السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وراح أسوي الخضار باللحمة بطريقة كلش طيبة وسهلة وبسيطة، والمواد كلها إن شاء الله متوفرة بكل مطبخ. وياها راح أسوي تمن أصفر بالشعرية. راح نشوف المكونات اللي نحتاجها. ومكوناتنا هي لحم حسب الكمية أو حسب يعني الرغبة، وبصل وثوم، وهاي عندنا شجر أو الكوسة، وعندنا باذنجان وجزر وبتيتة 2 وطماطة وفلفل بارد. عندي هنا معجون خاشوقتين، وعندي خاشوقتين دبس الرمان، وعندي هاي فلفل أسود وكمون وبهارات لحم. هاي الكمية نص الكمية إذا تستعملونها ل5 أشخاص. انتم تزيدون تنقصون بكيفكم. هنا قطعتها بهالشكل هذا ومكعبات، والبصل ثرامته هو والثوم. وهسه راح نبدي خطواتنا. هنا هذا الصوص اسويه بوحدة واخلطه كله زين، وبعدين اضيفه على باقي المواد. تقدرون تخلطون الخضروات كلها مع بعض، لان احنا ما راح نحمسها او نشوحها، لا، قبل نخليها. تقدرون تخلون هاي الوصفة بالفرن قبل، أو تعيبوها على النار. أنا بما أنه الفرن الكهربائي ما عندي، فراح أسويها على الطباخ، وبعدين آخر شي أدخلها الفرن مالت الطباخ. تكون هي تقريبا ناشفة، يعني ما بيها ماي هواي، هو مجرد ماي الخضروات اللي ينزل منها، وهذا الصوص على مود شنو تستوي الخضروات واللحم. هنا خلينا زيت وخليت اللحم، نشوح اللحم أو نحمسه. هذا لحم غنم. قلت لكم كمية اللحم إيش ما زادت تكون يعني أفضل وأطعم، وبعد حسب الرغبة وحسب الكمية المتوفرة عندكم. وهنا ضفت البصل والثوم، وهمين نقلبه ولا أن يطلون على خضار. أضيف باقي المواد وأضيف الصوص، وهاي هي إلى أن تستوي. نخليها على نار هادئة إلى أن تستوي، وأخليها بالفرن. طبعا هاي الوصفة ما أوصف لكم، مجرد ما تستوي أو تطلع ريحتها بتملي البيت، وريحتها وطعمها كلش طيب. يعني تنوكل هي ويا مثل ويا الخبز أو الصمون أو ويا التمن عادي. هاي ضفناها كلها ونقلبها تقليبة بسيطة، وهذا هو نضيف الصوص أو الخلطة اللي سويناها. إذا تخلوها بالفرن تضيفون نص الصوص اللي راح أضيفه، لأنه راح بالفرن تاخذ وقت أطول وتتهدر وتستوي على راحتها، بينما على الطباخ بيحتاج لها شوية نكثر الصوص مالتها، وبعدين هي هم راح تذب ماي الخضروات اللي موجود بيها. وهذا هو، هاي يعني كملت الوصفة عندنا. نعوفها على النار إلى أن تستوي. نعوفها على نار هادئة كلش. هنا شكلها بعد ما استوت، ندخلها بالفرن شوية يعني حتى تاخذ وجه من فوق،